بسم الله الرحمن الرحيم. قناة تات ياسين تقدم لكم هذه المادة بعنوان أقبض حرامي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. للمتاجرين بالأعراض المتلاعبين بالقيم دهاقنة الثقافة وقراصنة الأفكار في مجتمعاتنا، من يروجون ما هو أشد من المخدرات، من يروجون للعقائد الفاسدة. إذا قال قائلهم لبعض المريدين: ومريدنا إذا زنى وسرق بنا على وترك. قال المريد لما يزني ويسرق بيننا نحن بيرتفع ويصبح مقاما عليا. ولذلك هؤلاء أخطر على المجتمعات، هؤلاء أخطر على المجتمعات، هؤلاء أخطر على المجتمعات، هؤلاء أخطر على المجتمعات. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لم أقصد قط الإثارة، وإنما قصدت تقريب بعض المعاني والمفاهيم إلى الأذهان عبر قضايا محسوسة يستنكرونها إذا وقعت في حياتهم المادية، ولا يستنكرونها إذا استهدفت مقاصدهم القيمية. فالحرامي إذا سرق المجوهرات أو تلصص البيوت أو أخذ الأموال كان مستهجنا، ولكنه إذا سرق القيم الجميلة والثقافة الطيبة والعقيدة الراسخة فإن الكثير لا يستهجن هذه السرقة. ولذلك عندنا في مجتمعاتنا من يتخصص في سرقة القيم ويترصص على الأفكار، فهم دهاقنة في العقيدة وقراصنة في الثقافة ولصوص في القيم. والأمر الثاني، أردت أن أوصل رسالة أن عناوين المحاضرات ليست توقيفية، ليس بالضروري أن يختار من العناوين ما عهده وألفه الناس، ونحن بحاجة إلى تجديد أساليب الخطاب الدعوي. أما الدعوة فمضمونها وجوهرها وثوابتها وأسسها ومرتكزاتها لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأحوال والزمان، ولكن أساليب الخطاب الدعوي بحاجة إلى أن تغير في الشكل وليس في المضمون، وهذا ضرب من ضروب التغيير. أقبض على حرامي أو أقبض حرامي، الموضوع قد اتضح. الحرامي الذي أعنيه لا أعني به الحرامي الذي يسرق الأموال والمجوهرات، فإن هذا مكانه قسم الشرطة والنيابة والقضاء والأجهزة العدلية والأمنية المختلفة، ولكن من للمتاجرين بالأعراض المتلاعبين بالقيم دهاقنة الثقافة وقراصنة الأفكار في مجتمعاتنا، من يروجون لما هو أشد من المخدرات، من يروجون للعقائد الفاسدة. إذا قال قائلهم لبعض المريدين يقول: ومريدنا إذا زنى وسرق بنا على وترق. قال المريد لما يزني ويسرق بيننا نحن بيرتفع ويصبح مقاما عليا. ولذلك هؤلاء أخطر على المجتمعات. ولذلك حراسة القيم والأمن الفكري للأمة والمجتمع هو أساس كل أمن. لماذا تفقد هذا؟ يعني هذه مقدمة لتقريب هذا العنوان إلى الأذهان. من للذين يحفظون
قيم المجتمع من يحفظها؟ الأفكار إذا سلمت والعقيدة إذا صحت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى سرقة الأموال وسرقة المجوهرات وغيرها بسبب أن العقيدة غائبة، وأن الإيمان المهيمن والمعاني المربية والقيم الفاضلة والخوف من الله عز وجل ووازع الضمير ويقظته لما تغيب تصبح الأمة معرضة لكل أنواع من أنواع الزلازل القيمية وما تفسخ المجتمعات وما يراه الناس منا ببعيد. والله يريد أن يتوب عليكم دين الحرامية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فضائيات يمتلكها رجال أعمال مسلمون ينشرون كل فاضح وكل رديء من الأفكار والعقائد والأخلاق والسلوك، وهذا مصدر أرزاقهم. روتانا ولا اسمها شنوية؟ ما اسمها روتانا؟ صح اسمها روتانا. حقت منه؟ حقت خواجات؟ ما حقت خواجات، حقت مسلمين. يكسب مال. وقس على هذا من يتاجر في كثير من الأمور التي تستهدف أخلاق الناس. دين ينطبق عليهم قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذا يذكرني بعبد الله بن المبارك الذي كان تاجرا، لكنه لم يتاجر في يوم من الأيام بقيم المجتمع، ولم يتاجر بأخلاق الناس. الآن اللي بيجيبوا القصير واللي بيدخلوا الصور العارية واللي بيجيب فنان معين يدفع له تذاكر ويلقى له قروش، سواء كان في نادي الضباط ولا غيره، كاظم الساهر ولا غيره، كل هؤلاء رجال أعمال. وناس الاف ام كل هؤلاء رجال أعمال يبثون بأموالهم التي جعلهم الله عليها قياما، يستهدفون أخلاق الأمة ويمسخون قيم المجتمع. فعبد الله بن مبارك كان تاجر، لكنه لم يتاجر بأعراض الناس ولا بأخلاقهم ولا قيمهم. لم ينشر صور عارية في يوم من الأيام، ولم يدعم برامج مفسدة للشباب ولا للمراهقين كما يفعل كثير من الناس اليوم. فإذا به تأتيه امرأة تسأل سائل، وكان الذي على الخزانة غلامه، يعني الولد الشغال معه، الصبي الشغال معه، فأشار إليه أن يعطيها بأصبعيه صباعينه. فقال الشاب لا يستطيع يتصرف في المال، قال: ديناران؟ قال: 200 دينار. و200 دينار مبلغ كبير جدا في ذلك العصر، يعني ممكن 200 دينار تجيب 4 بيوت، حاجة كبيرة خلاص. فالرجل المال ما ماله، عدى وأعطاها. لما خرجت قال: لكن سائل يعطى 200 دينار. في ناس بيفكوا القروش، بيفكوها يعني بس الآلاف وال5000 يفكوها. بعد كل ما يجي واحد يديه 200 صغيرة، 200 صغيرة حديدة، يعني أنا اديت يعني معناها. ثاني يجي واحد يديه كده سمين. وفي واحد بيفك 20,000 ويخدها 500 وآلاف في جيبه. كل ما يجيه زول يدخل يده قبضه ويديه، تطلع كم؟ 3000. يمشي يقول لهم فلان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. يعني عملوا زي الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، إنفاق من لا يخشى الفقر. فتساءل الرجل لعبد الله بن المبارك: يعني لما أقدرت عليها؟ قال: رأيت امرأة شابة وتمد يدها، فخشيت أن تحملها الحاجة لفعل ما نكره من المعاصي، فأردت أن أعفها. ولذلك ينبغي أن يدعك في المجتمع هذا الخط. طيب، دي مقدمة لتصور مدى وجود حرامية. مش بالدارجة بيقول حرامية، لو يقول شنو؟ وجود حرامية في المجتمع بغير محاكمات.
وبغير حراسات. وحرامي لماذا سموه حرامي؟ لأنه يتعدى على الحرام أو لأنه يفعل الحرام. حرامي من الحرام، والحرام نفسه من الشيء الحرم معناها الشيء الممنوع، ولذلك مكة تسمى حرم. لماذا؟ لأن كثير من الأمور المباحة في غيرها محرم فيها، والنساء يسميهم أو نسميهم حريم. يقول لك الحريم لأنها مناطق محظورة لا يسمح وممنوع فيها كثير من الأشياء. طيب، لكن أنا في محاضرتي هذه أريد أن أخبر أن السراق كثر، لكني أود أن أتحدث عن حرامي، ولكن هذا الحرامي قليل من ينتبه له، ولأنه يسرق خلسة. إخوانا طبعا في حرامية كتار يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين قال ابن كثير عن ابن عباس في التفسير: الرجل يدخل على الناس دارهم يطأطئ رأسه ويختلس النظر إلى حريمهم. يعني يكون مدنقل كل مرة يعاين بطرف عينه إذا في واحدة جات مشت. ده حرامي ولا ما حرامي؟ لا، أنت باقي لك كده حرامي ولا ما حرامي؟ زول بينه وبينك يعني حرامي ومش حرامي. أعلى درجات الحرام الخيانة. ده ما حرامي، ده خاين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد تلقاه مدنقل راسه، تجي مرة ماشية توب يقوم يعاين لها، تقول لي مالك؟ يقول دار أشوفها مرة ولا راجل. توب يعني حيكون فيل، توب جماشي حيكون فيل يعني ما مرة، يعني من الأول ما تعاين اللي بيخليك تعايشه كويس. ده أنا أوريك إنه الحرامية كتار، لكن أنا ده أتكلم على حرامي أنت هتستغربوا جدا. الحرامي ده خطر. أولا أظن كل الناس يتعاملون مع هذا الحرامي، وقد يسرق من كثير من الناس ولكن لا يعترف أحد. أنا أود أن أتكلم عن سراق الوقت. سراق القيم عرفناه، المتاجرون بالأعراض. الآن أود أن أتكلم عن سراق الوقت الذين يسرقون وقتك الغالي. ولو أني سألتك أيهما أغلى عندك، الوقت أم المال؟ الوقت أغلى لأنه به يأتي المال، بهذا الوقت واستغلاله الأمثل يأتي المال. الحرامي أدار أتكلم عنه ده الموبايل، الجوال الواحد ده. أنا بوريك حرامي كيف أقبض طوالي. ده حرامي خطير. وسوف أقسم هذه المحاضرة إلى محاور. المحور الأول: هل لهذا الجوال فوائد؟ هل فيه فوائد؟ مما لا شك فيه أن فيه فوائد شرعية، وأن فيه فوائد في الدنيا. من هذه الفوائد الفتوى. نجيب فوائد الجوال. كثير من الناس يستفتي عبر الجوال ويعرف كثير من القيم وكثير من الأحكام وكثير من المسائل عبر الجوال. الفائدة الثانية: بالجوال رسائل طيبة يتم بها تذكير الإخوان بعضهم بعضا. يذكروك بالصيام، يذكروك بقيام، يذكروك ببيت شعر، يذكروك بحكمة، يذكروك بأمور كثيرة جدا. هذا من الفوائد. من الفوائد أن بالجوال تواصل، ففيه مواصلة القريب وتقريب البعيد. ممكن تتكلم مع ولدك في أمريكا بالجوال، ممكن تتكلم مع دول في الفاشل بالجوال. فوائد، هذه فائدة. ومن رحم وصديق يمكن أن توصل به الأرحام، هذه فائدة. من الفوائد قضاء منافع وتحقيق مصالح. الجوال فيه مصالح، بيع. طبعا جوال التجار موقف كويس، المخزن والأشحن وما عارف أعمل، والعربية تحركت والبوليسة وشنو ما عارف وكده. فيه تحقيق مصالح.
ومنافع وبيوع وصفقات تتم بالجوال، من بيع وشراء وسلام واعتذار واختصار مسافات. هذه فوائد الجوال. طيب، أضراره، هل للجوال أضرار؟ لقد وقفت على 9 أضرار للجوال. الجوال ده فيه أضرار. طيب، الضرر الأول استغلاله في الفساد بضرب المواعيد واللقاءات المشبوهة. وقد أدخل هذا الجوال على أسر وعلى مجتمعات من الشرور والآثام الشيء الكثير. هذا ضرر. الضرر الثاني الانشغال به دائما واللعب بأزراره وأحيانا بألعابه. واحد تلقى دائما شنو؟ دائما تلقى شايل الجوال في ايده بتاكله، لا بد من حركه. يقوم شنو؟ تطلق يطبل هنا ويطبل هنا ويمشي وين والقائمه ويراجع وشنو ما عارف والكده. وفي الجوال بهذه الطريقه شغل للقلب. وعلى المؤمن ألا يشغل قلبه بغير الله تعالى. ومن هذا نوع آخر من أنواع السرقة، سرقة الصحة عبر إدمان الدخان، سواء كان الشيشة أو سجاير أو تنباك. وفي زول عاقل شديد يعني بيحكي لي إنه كيف خلى التنباك. وجد أن في التنباك وفي السجاير عبودية قلب، بيستعبد الزول رسمي، بدليل إنه ممكن لو خرم وما لقاها الليل كله ممكن ما ينوم. ولو قالوا لي في السوق العربي اركب يمشي السوق العربي، ممكن يمشي مسافة طويلة جدا لطبلية. ده قال لي أنا بالليل كنت بذاكر وما قدرت أقرأ نهائي، كنت ممتحن في الجامعة وفي السنة الأخيرة. قال لي لما فترت مشيت كنت لي زول الساعة 12 بالليل عشان يديني سفة ما لقيت. آخر حاجة قال لي مشيت لناس شغالين في فرن الفرانة دي بيت باب. رأيته زمان كنا نلقى السفة في العيش، مرات كنا نلقى بعض العيش فيه سفة. ما أعرف حس الشداء مع الأفرام التركية والإيطالية السمحة دي، ما أعرف الشداء فيه ولا ما فيه. مشى الزول وطلب منه السفة وأدى له، وعلى حد زعمه وقوله أنه ضبط شنو؟ ضبط راسه. لكنه بعد ذلك أقسم على الله أن لا يذل نفسه إلى هذه الدرجة. أقسم بالله أن لا يعرض نفسه للذل إلى هذه الدرجة. وكانت هذه آخر شنو؟ آخر سفة زي ما يقولوا. ولذلك كثير من الأمور فيها شغل القلب، وكثير من الناس ينشغل بالجوال، وهذا من أضراره المعنوية. أنا الآن أتكلم عن الأضرار المعنوية والقيمية لهذا الجوال. الضرر الثالث المبالغة في استعماله على حساب تعلم العلم والعبادة، بل وعلى حساب أهل البيت. أحيانا قد يكون الجوال ضرا بالنسبة للمرأة، قد يكون الجوال شنو؟ ضرا. يعني هو برا البيت بيستعمل، يجي جوا البيت طوال ينضم ويدوس ويعاين ويعمل. المرأة ذاتها بتحس انك انت على حساب عيالها وعلى حساب نفسها، وهذا إذا لم يكن على حساب العباد. وهذا أيضا من المخاطر الكبيرة جدا لهذا الجهاز المسمى بالجوال. طيب، في هذه النقطة أذكر قول امرأة محمد بن شهاب الزهري، كان كثيرا ما يطالع في مكتبته الكتب، فقالت
امرأته مرة إن كتب الزهر أشد علي من 3 ضرات. يعني قال لو يتزوج غيري 3 وبيجينا 4 نسوان كان أسهل لي من إنه يكون مع الكتب، لأنه معظم وقته في شنو؟ في المكتبة. وهذا اللي بيكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ ما رأيكم في من يكون في المكتبة؟ طيب ولا ما طيب؟ طيب. إذن فيه مبالغة. في الجوال أخذ الكثير من الوقت ليس في اللعب، في الردود والمكالمات. وأنا أعطيك صورة. شخص زارك في بيتك وجلس إليك وكل مرة يرن التلفون وأنت تتكلم في التلفون، أين حقه كضيف؟ هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل ولا ما يحصل؟ طيب. صورة أخرى، شخص داخل على أهل بيت فرن الجوال، فرد يمسك بالجوال ويتكلم ويفتحون له الباب ويدخل ويتكلم حتى يجلس. بعد هذا يصافحهم ويسالمهم ويهنونه ويهنيهم. حاصل ولا ما حاصل؟ ممكن تكون خاشي بيت بك، ما بيعرفوا في بيت البكا، انت يضرب لك ما طوال ترد عليه وانت خاشي على الناس. والله يا أخي هذا فيه كثير من الوقت. التوسع في الكلام فيما لا فائدة فيه. هل معظم الكلام الذي يدور في الجوال هو كلام مفيد ونافع؟ هل معظم؟ هل يمكن أن نقول أن أغلب الكلام الذي يدور في هذه الجوالات كلام مفيد ونافع؟ ممكن يكون فيه نافع مفيد، لكن في مبالغة أحيانا في الكلام، وأحيانا قد يتكلم الإنسان كلام لا معنى له، هزار وضحك ونسات ومثل هذا الكلام. هذا لا شك أن فيه توسع. من مخاطره الكبيرة التوسع في استعمال الجوال واستغلاله في العلاقة بين الجنسين، الذكور والإناث والشباب والشابات، وما فيه من الإثارة. ودائما أقول للناس كثيرا ما يحصل كلام بين رجل وامرأة لا تحل له، ليس في حدود المعرفة والسؤال، إنما في حدود التوسع والكلام والضحك والمزاح. بل أحيانا في الجوال رسائل غرامية، بل في الجوال رسائل سيئة ورسائل مثيرة للغرائز، وأحيانا في الجوال نكات قذرة. ولا ما في ولا ما في شيء ذاته مخيف يعني، وأشياء عجيبة. انظر إلى هذا الجوال الذي يثير الغرائز. دائما أقول للناس، طبعا إخواننا في محور عن الفوائد ومحور عن الأضرار، في محور عن الأحكام. الجوال ذاته من الناحية الفقهية عنده أحكام، الناس ما عارفين أحكام الجوال، في أشياء كثيرة جدا ينبغي أن تحرر من الناحية الفقهية. لكن أود أن أقول في هذه النقطة أن هنالك صور سيئة يتبادلها الشباب بينهم في جوالاتهم. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ صور سيئة، وقد تتبادل ويكون السوء ويزداد السوء سوءا لما تتبادل الرسائل بين جنسين، بين ولد وبين بنت. ومنه كلام الخطيب مع مخطوبته. انت عارف تلقى ولد وبنت مما يخطبها يجيب لها جوال، الخطيب يجيب لها جوال، معناه ده يعمل شنو؟ يا اخوانا اقول لك حاجه، والله انا بتجيني اسئله من الناس ملتزمين، جاب لها جوال وبتقول بتكلم معاها بالليل وبالنهار، وفي واحده قالت لي بيصحيني قيام الليل، قلت لها ماله مالك؟ لا يصحيك لا حاجه، ما يصحيك. قالت لي يعني خطيبي زول ملتزم شاب وجاب لي جوال عشان يصحيني قيام الليل، بتجيب في قيام الليل دي. يا اخواننا هو اجنبي وهي اجنبيه، الخطيب والمخطوبه اجنبي، يعني
يعني هم من الأجانب. بل أخبرني بعضهم من خطب مخطوبة، أخبرني أن استراتشاته كأوراق الكوتشينة، 50 ثقيلة و25 ثقيلة، نظم بس نظم، بينضم مع خطيبته. الناس بيقولوا شنو؟ واحدة قالت لي يا شيخنا بجوز اتكلم مع حضرتك موبايل؟ ما بجوز. قالت لي دايرين نحدد الزواج. قلت لها كم ساعة بحددوا الزواج ده؟ 3 ساعات كل يوم، 3 ساعات لتحديد الزواج ده؟ ولا اتفاقية ميف أشد؟ ما في تحديد زي ده. الو ايوه العرس 200، شهر 7 كويس ولا شهر 8؟ شهر 8 عشان ابوه يجي راجع. خلاص انتهى الكلام ده. داير له كمان هنا 4 ساعات، داير له سكراتشات، يعني قدر ده. بعدين اقول لكم حاجه يا اخي، الناس دول مستعجلين على النظم ماله. والله امانه ما تنظم نظم يا من تابه. والله بعدين تسكتها، تبقى في الطريق تسكت المرأة. والله النظم المستعجل له ده، والله تفتح خشمه تقول يا ولي هوي والله انا مصدع جاي تعبان، صمي خشمك ده يا اخي، انت مستعجل على مالك. وبعدين اكلمك والله الحرام ده، اقسم بالله الحرام ده عنده لذه. الزول مع خطيبته ممكن يتكلم 3 ساعات، لكن ما عنده طاقه يتكلم مع مرته 3 دقائق. 3 دقائق ما عنده طاقه. النظم جايك والله اصبر، ما تستعجل، ما تكملوا، والله جايك يا من تابعوا. بعدين كان عرستها والله لو تخلي البيت تقوم جاري. النكه كثيره كويس. يقول لك قال داري يحددوا وداري يسووا هذا. وانا لما ناتي في الاحكام عندي فتوى شرعيه ان الكلام بالجوال بين امراه ورجل اجانب لوحدهما يعتبر خلوه والشيطان ثالثهما. لا اشك في انها خلوه. كثير من الناس قد يترفع من خلوه في غرفه مغلقه مع امراه اجنبيه، ولكنه قد لا يبالي بأن يتكلم بالجوال ساعات طوال. وهذه عندي خلوة. من إشكالات الجوال ذو الكاميرات. في جوالات فيها شنو؟ فيها كاميرات، ومنها التصوير. ودي جاي لي أحكام التصوير من خلال الأحكام الفقهية. بنسب الجوال عنده 10 أحكام فقهية. هذا من خلال الاستنباط، يعني من خلال الاستقراء العام طلعت 10 أحكام فقهية للجوال عشان نضوا الموضوع ده موضوع حي ساكت. منها شحن الجوال في المؤسسات الحكومية، أو مرات في زول بيخشي في محكمة، في ناس يشيل الهناية بتاعه، في مستشفى يخط الكوبس ويركب جواله. انت زول الشيء ده جايز ولا شنو يعني؟ استاذنت انت ولا استاذنت ولا ما استاذنت؟ الموضوع ده جايز ولا ما جايز؟ ده حنجي نتكلم عنه ان شاء الله. لكن في هذه النقطة اود ان اقول التصوير وده من الاضرار، وخاصة في الاعراس، وخاصة في التجمعات النسائية المحضة التي تأخذ المرأة مع أخواتها راحتها، فيحصل تصوير لهذه المؤمنة الغافلة، تصوير المؤمنات الغافلات. وربما يتداول بعض الشباب الصور بينهم، وربما كل مرة ينظر إلى هذه الصور، وربما ينقلون إليه صورة فنانة على طريقة معينة يبدأ يتأملها وتثير كوامن الغرائز وتفجر الشهوات في نفوس هؤلاء الشباب. طيب، أحكامه أو بعض هذه الأحكام. هل للجوال أحكام الزيارة وآداب الاستئذان؟ إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، بمعنى آخر، إذا الشخص ماذا يرد عليك؟ ضربت له ماذا يرد عليك؟ عنده حق ولا ما عنده حق؟ من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية له حق. ذلك لأنك إذا أتيته في بيته من حقه أن يرجعك من الباب. وقال الله عز وجل إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم.
وبغير غضب وبغير زعل، لكن على الإنسان أن يحاول بقدر استطاعته وفي غير أيامه في غير أوقات شغله أن يرد على ما يستطيع من المكالمات. طيب ومن ذلك التحويل، دول ما داير يستقبل يقوم يحولك للمكتب أو للرد الآلي، كل هذا يجوز لأن له أحكام الزيارة وله آداب الاستئذان. 2 الكاميرا التي في الجوال هل لها أحكام التصوير؟ الذي أقوله أن لها أحكام التصوير، ولذلك لا يجوز أن يصور بها ذوات الأرواح لأنها صورة، والأصل في الصورة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، وهي على العموم كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن أي ما يطلق عليه صورة يعتبر حرام، لأن الأدلة عامة، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، الصورة هنا المرادة هي الصورة من ذوات الأرواح، وكلمة صورة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. أما إذا كان فيه فيديو، تصوير فيديو الإنسان متحرك، هذا حكم كاميرا الفيديو الأصل أن على الحل والإباحة. أما صورة تثبتها كذا وتصبح صورة كل مرة تنظر إليها وتتأملها، في ناس طبعا بيصوروا شفعوا، واحد تلقاه خاطر صورة شنو شافعوا، يعني ريدة شديدة يعني كويس، وفي ناس بيصوروا صور ثانية، لكن عندي أن له حكم ذوات الأرواح، والبنات تصويرهن من باب أولى لاجتماع الصورة والإثارة، يعني تصوير البنات حيكون أشد لأن فيه إثارة حقيقية للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك فيه صورة. طيب 3 لأحكام الجوال الخلوة إذا كان الكلام سرا. واحد تلقى شال الجوال ومشى بعيد من الناس، ما في مشكلة إذا تكلم مع راجل، لكن كان بيت، وممكن في بيته يتكلم مع بيت في بيته. يعني أنا جوني أكثر من 5 6 حالات مشكلين في الموبايل، المرة ضبطت الراجل 3 مرات بيتكلم مع واحدة، بعدين قلت لي خشيت الأوضة فتحت الباب قدامه، يعني هي جابته لي وجا كررته جابته وجا، قلت لي لازم نطلق، فهو قام خلاص قال يعني نمشي لمحمد سيد وانا داير اقنعه، خلاص بدي اقنعه، لكن قلت له ثاني ما نتكلم مع النسوان ما بحبوا لك حرام. قالت خشت يا زول لقيته مندبج بيتكلم مع ديك وهو ما جاب خبر، يا من وقفت فيه سمعت الكلام كله، انا بحبك وانا شنو ما عارف، وان المكانات الثقيله اللي بيقولوها الناس المسلسلات دي كبلها مكانات ثقيله، وانا شنو ما عارف، وانا يا اخي انت شنو يا اخي، يا اخي انت تطير، يا اخي مرة تقديمك قدامك يا اخي ده شنو الشفقة اللي عليكم شنو ده؟ غير طبعا في مرة في نسوان برضو يعني مشوشرات، المرة تجي تلقى اسماء بنات في الجوال، تقول لك سهام دي منه، وصفية دي منه، وناريمان دي منه، تقول لازم يختفي الشغل كويس، يعني ذاتها بتعمل لها اشكالات. وفي واحده جابت لي راجلها دي غير دي، قالت لي انا راجل اطلق منه، وانا طلع قلت خلاص ده بيطلق، قالت هي بترسل للراجل الرسائل الغراميه، هو بيقوم نفس الرسائل الغراميه بيرسل له جوال ثاني، وهي قامت فتحت جواله الرسائل الوارده والرسائل المرسله، لقيته رسائله مرسله، قامت شالت الرقم ضربت لقيتها بنت، قالت انت الجوال ده حقك متاكده؟ قالت لها هي حقي، ما بشيله راجل نهائي، قالت لها نهائي في راجل. بعد ذاك مشت واجهت الراجل زرته، ولا بقولوا شنو زرته لك زره، والله جاء قال عرق يعتذر وهناي يا زلمه ما تدخل نفسك في متاهه كويس. فله احكام الخلوه. انا لا اشك ان من تكلم مع امراه ليست من محارمه سرا هي تجلس في غرفه لوحدها، هو قد ابتعد عن اماكن الناس،
وتكلم معها سرا لا أشك أن هذه خلوة والشيطان ثالثهما، ولا أشك أن الكلام يمكن أن يجر بعضه بعضا فيصل غراميات وإثارات وكلام من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع أحكام الكلام في الجوال مع المخطوبة. خطيبتك تتكلم معك كيف؟ لأنه في النقطة السابقة قد تكلمنا عن هذه المسألة بما يشينها، يعني كرهنا الناس فيها. معناه أي زول بيقول تاني زول ما يتكلم مع خطيبته، ليس كذلك. يجوز الكلام مع الخطيبة في حدود. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. داير تقول لا 200 من العرس، المناسبة 200 بعد كم يوم، نعمله وين؟ العقد في الجامع جنب البيت. طيب كيف تمشي تجيب الشيلة؟ كيف؟ أشياء زي دي كويس. لكن واحد يقول لي داير أسلم عليها كل يوم، ما عندك شغل ولا شو؟ كل يوم تسلم عليها، كل يوم أقول لي داير أسلم عليها، قال ما بجوز، هذا بجوز. لكن يا إخواننا الضابط في هذه المسألة أولا الأصل المنع، ثانيا التقليد، ثالثا رعاية مقصد من مقاصد الشريعة وهو الفتنة. الفتنة ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع إلى هذا الحديث، النبوي في البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحاذر من كل. بالواحد والله الواحد تلقاه يخوف الرجال وصارم، بنت تضحك معه ما يستطيع أن يتمالك نفسه. ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ واحد تلقاه عاقل لكن في جانب النساء ضعيف، وضعيف غصبا عنه. لماذا؟ لأن هذا مع الفطرة، إلا أن لا يكون إنسانا. زين للناس حب الشهوات أول شيء من شنو؟ من النساء. بعد جاب البني والقناطير المقنطرة. في زول في المال أمين لكن لا يستطيع أن يغض بصره. ممكن لا ممكن؟ والله كان سلمت مليار ما يعاين لها نفسه، ما تقول ليش اللي خلي الشيء نفسه ما تحدثه، لكن يجنب في تلفزيون وفضائية ومع اللبنانيات والسوريات دي والله كان ما داري يعاين. هو في الأول بيعمل نفسه بعين، لكن كل مرة ثانية يعاين كده يمشي ويعاين كده. يا من يبقى مدمن رسمي بتاع فضائيات. صح ولا ما صح يا اخوانا؟ والله المسألة دي خطرة. شفت المسألة الضابط الفتنة، والفتنة واقعة وممكنة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وكانت هي مريم بنت عمران. أطهر النساء وأشرفهن مريم عليه السلام. لو جابوها لك قال لك قال براك قريها قرآن، خلي كيمياء وفيزياء ورياضيات، كان قال لك قريها قرآن ومريم بنت عمران ما قريها. اخوانا المسألة دي خطرة. أنا ما أعرف ما الذي جعل الناس يستصيغون سرقة الأعراض بهذه الطريقة. الأعراض تسرق في حين غفلة واستغفال من الآباء. ولذلك في هذه المسألة أود أن أقول، اسمع هذا الكلام في التعامل مع المخطوبة. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدايا للمخطوبة الأولى شرعا رعاية لمقاصد الشريعة تركها لما يوجب من التعلق والتعشق وميل القلب، وقد لا يتم الأمر.
ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ بعد الهدايا الثقيلة والثياب الثقيلة كويس تجي بعد ذلك الخطوبة تفركش زي ما بيقولوا. لذلك هذه تكون في إطار لا ينبغي أن يوسع، ولأن النظر إلى المخطوبة وغيرها أصلا هو رخصة. ومن الناحية الأصولية الشرعية الرخص لا يترخص فيها لأنها في أصلها رخصة، هي رخصة تجي تتوسع فيها. الرخصة نفسها أعطيت في إطار معين، ولذلك يمنع الترخص في الرخصة. هي أدوى لك لحاجة محددة، تعال لا وشوفها عجبتك بعد ذاك إلا تجي تعمل حتى تسوق رسمي ما عقدت عليها، ما تقول لي بعد ذاك تتكلم معك كلام كثير والرسائل في الجوال وإلى غير ذلك. طيب إذن هذا في مسألة المرأة. وأنا أود أن أقول نقطة أخيرة. تجد أحيانا شخص له زوجة جميلة، الناس يقولون الزوج ده مزوجة وحدة أنا جميلة، وتجده كما يقول مصاحب وحدة لا تساويها في الجمال أبدا، يطلع وينزل عندهم وخيره ورفده لهم. وهنا تفسيران، تفسير سوداني وتفسير شرعي. نبدأ بياته. بالسوداني كاتباو، السوداني بيقولوا شنو؟ كاتباو. والتفسير الشرعي إنه مريض بمرض الشهوة، وإنه خاوي القلب، وأنه خبيث يترك الحلال الطيب ويلتمس الحرام الخبيث. ولو كان في قلبه إيمان لمنعه ولحجبه عن الحرام. طيب الحكم الخامس أحكام النغمات. وده بقى شي غنى رسمي، غنى رسمي عديل. يعني الجرس ده لما يضرب غنى عديل يا مطرب وسنتذات، غنى يعني عديل. شوف كويس بالأغاني المشهورة وبكذا. طبعا والموسيقى قولا واحدا لا يجوز، للحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الجرس صوت الشيطان. ده كلام الصادق المصدوق. لا تقول لنا ناس الأزهر أفتوا، ولا تقول لنا ناس السعودية أفتوا، ولا تقول لنا ناس أفتى. أفتى سيد المفتين ورسول رب العالمين. ثاني اللي بيعقب منه قال عليه الصلاة والسلام الجرس صوت الشيطان. ده حكم. في النغمات هل يجوز أن تجعل النغمة آية بصوت مقرئ من القراء المشهورين؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني مثلا يقوم لما يجيك الجرس بدل ما تسمع جرس بتسمع آية وما بتتمع وبيعلم إنه جابه. هل أنزل القرآن لأجل أن ينبه على المكالمات؟ والله حاشا وكلا. ومن تعظيم شعائر الله أن يستمع إلى القرآن وأن يقصد القرآن لا للتنبيه فقط، أن يجعل القرآن للتنبيه، أو أن تجعل من القرآن أداة تنبيه في موبائل تتكلم به كثيرا في الأسواق وغيرها. هذا لا يجوز. طيب أحيانا يكون دعاء بصوت السرير مثلا، هذا قد يتجوز فيه، وقد يكون صوتي، وهذا قد يتجوز فيه. أما القرآن كنغمة من النغمات لا يجوز. وأما الموسيقى فلا تجوز. وأما الأغاني فهي أشد سوءا، لأن الموسيقى بتكون في موسيقى معينة ما في أي شيء، لكن في موسيقى على صورة أغنية صاخبة من الأغاني، هذا لا يجوز. نعم. طيب الآذان الآذان أيوة صحيح، الآذان في النغمة الموبايل أن يأتيك الآذان ما في بأس، ما في بأس، لأن الآذان أصلا هو للتنبيه، هو من باب الذكر ومن باب الدعاء. لا يأخذ الآذان قدسيا
القرآن إنما القرآن شنو؟ قدسية. طيب هل يجوز أن نجعل الجوال صامتا أو أن نحوله؟ هل يجوز من الناحية الشرعية؟ الكلام الأول الذي قلناه ليس كلام فقهي، إنما هذا كلام فقهي. أولا نقول الأصل الجواز، الأصل الجواز، المسألة الأصل فيها الجواز. لكن أقول إذا كان في هذا صد عن الناس وتهرب عن قضاء حوائجهم فلا يخلو الأمر من كراهة لنصوص عامة. من احتجب، من ولاه الله على أمر أمة شيء، مال أي شيء، علم، فتوى، فاحتجب عن خلتهم، احتجب الله عن خلته يوم القيامة. فيكره أن يكون هذا من باب التهرب. ده الحكم رقم كم؟ السادس الذي قلناها. الحكم رقم كم؟ 6. الحكم السابع حكم المراسلة بين الجنسين. حكم المراسلة بالجوال بين الجنسين. نقول أولا بقاعدة المآلات وسد الذرائع وسد منافذ الفساد لا يجوز. لا تفتح لنفسك هذا الباب بين الجنسين، مش للفتوى والسؤال وكذا، لا، إنما إطراء مج كذا يعني. والأمر الثاني مسألة الفتنة. طيب الحكم الثامن حكم الموبايل في أثناء الصلاة إذا رن جرسه. ولا ما في ولا ما في؟ في. طيب أولا نقول الأولى أن لا يشغله شاغل عن الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وأمامه قرام ستارة فيها بعض المربعات التصاوير، ولكنها ليست تصاوير ذات أرواح، إنما مربعات. فأمر عائشة أن تزيح هذا لأن هذا عرض عليه في صلاته. وفي الختام نسأل الله لنا وله الرحمة، ولا تنسونا من صالح دعواكم، وشكرا.